استنى ما تشتريش اي موبايل اندرويد دلوقتي عشان في شويه موبايلات نازله فيها اقتصاديه عظمه. طبعا بينهم الموبايل ده جايب لك النهارده الاوبو رينو 14 اف 5 جي. فده فيديو جامد، اعمل لايك وسبسكرايب دلوقتي وتعالى نشوف بقى امكانيات الموبايل ده والريفيو الكامل بتاعه. كالعاده اول حاجه ببص عليها اول ما امسك اي موبايل وهو الديزاين. نيجي بقى نبص على ديزاين الموبايل ده تلاقي ان الظهر شكله تحفه جدا والموبايل شكله بريميوم جدا. من اول شكل الكاميرات اللي شبه الايفون في نفس المربع الازاز، وعدستين بنفس حجم كاميرات الايفون مع عدسه كمان صغيره بس شكلها تحفه جدا ومديه احساس ان الموبايل بريميوم. الموبايل كله فلات الظهر والفريم، وطبعا على الظهر كده في نقشه ورسمه تحفه جدا تلفت نظرك اول ما تمسك الموبايل، تتغير لونها مع انعكاس الاضاءه عليها. في كلمه اوبو على ظهر الموبايل مخفيه كده بتبان برده لما تجيب الموبايل يمين وشمال. بص على تصميم الشاشه حوافه رفيعه جدا مع كاميرا دروب نوتش. الموبايل خامته من البلاستيك الظهر والفريم، كنت اتمنى ان يكون ظهره ازاز زي الرينو 14. الموبايل ده بيجي ضد الميه والاتربه بريت اي بي 68 و69، ده معناه انه ضد الميه تماما وممكن ينزل تحت الميه لعمق 2 متر ولمده 30 دقيقه من غير ما يحصل له حاجه. بس التقنيه دي معموله عشان لو لا قدر الله وقع منك غصب عنك، بس ده مش معناه انك كل ما تشوف ميه تغرقه، لان وارد ميه تتسرب جوه الاجزاء الداخليه. نيجي بقى لشاشه الموبايل. الشاشه هنا من نوع اموليد، يعني الوان دقتها عاليه جدا. تيجي الشاشه هنا بدقه سطوع 1400 نت بفريم ريت لغايه 120 هرتز، ده رقم كبير جدا. لغايه دلوقتي بنشوف الايفون 16 العادي والايفون 15 العادي كلهم بيجوا ب 60 هرتز، فموبايل بنص الثمن 120 هرتز، فده رقم كبير جدا. هيديك اداء ممتاز جدا في السكرول والحركه بتاعت الشاشه كده هتلاقيها سلسه معاك جدا. الشاشه عليها طبقه حمايه وسكرينه ملزوقه عليها. الاخير الشاشه سطوحها والوانها جامده جدا. طبعا الشاشه بتيجي باولويز اون ديسبلاي وبصمه مدمجه في الشاشه، والبصمه استجابتها سريعه جدا. ونيجي بقى لاداء الموبايل. الموبايل هنا بيجي بمعالج كوالكوم سناب دراجون 6 جين 1، لو كنت اتمنى يكون في معالج اقوى شويه بحيث يكون في تطوير عن الاوبو رينو 13 اف، لان هو نفس المعالج اللي كان موجود في الموبايل ده. ولكن المعالج اداء ممتاز وحلو جدا في الالعاب. جربت العب عليه ببجي وما ادتنيش اي مشكله في اللعب ولا في الفريمات ولا الموبايل سخن مني خالص. نيجي بقى لاكتر جزئيه ممكن الناس تشتري الموبايل عشانه، هي الكاميرات. اول حاجه الكاميرا الاماميه بتيجي بدقه 32 ميجا بكسل مع فتحه عدسه 2.0، صورها ممتازه جدا طبعا في الشمس والاضاءه الكويسه. مش بس كده، بالليل كمان هتاخد منها اداء ممتاز جدا. الموبايل بيجي بثلاث كاميرات خلفيه، كاميرا اساسيه 50 ميجا بكسل، وكاميرا للوايد انجل 8 ميجا بكسل، والكاميرا الثالثه 2 ميجا بكسل لتصوير المايك مع فلاش ليد قوي. الكاميرا الخلفيه هتاخد منها تجربه تصوير ممتازه. كل الاوضاع اللي تتخيلها. ان كاميرا اساسيه 50 ميجا بكسل ده رقم كبير، فهتاخد تجربه تصوير فعلا خرافيه. مع دعم الموبايل ده تصوير الفيديوهات لحد 4K 30 فريم وفول اتش دي لغايه 120 فريم. ونخش بقى على نقطه قويه جدا في الموبايل ده وهي البطاريه. البطاريه هنا بتيجي بسعه 6000 ملي امبير، ده رقم كبير جدا. الموبايل هيقعد معاك لفتره طويله قوي، مش هتحتاج انك تشحنه. مع دعمه للشحن السريع وبيجي معاه الشاحن بتاعه بقوه 45 واط. فالبطاريه في الموبايل ده نقطه تميز جدا. السماعات والمايك بتاع الموبايل ده كويسين جدا، السماعات ستيريو والمايك فيه عازل للضوضاء. الموبايل بيدعم كل المستشعرات اللي بتستخدمها. الموبايل بينزل باندرويد 15 مع واجهه اوبو الكالر او اس 15. دي كانت كل حاجه عن الموبايل اوبو رينو 14 اف 5 جي. عشان انك تعمل لي لايك وسبسكرايب في القناه وتعمل شير للفيديو ده. وبس كده، اشوفك الفيديو الجاي. سلام.